حكاية البرنس حمدي قنديل. استنوا، ادوني فرصتي واسمعوا الحكاية دي للآخر، مش يمكن تعجبكم. وتدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، سموا الله. ويلا بينا نشوف الحكاية فيها ايه. حكاية حمدي قنديل اللي كلامه كان بيهز كراسي. بص يا ستي، حمدي قنديل ده ما كانش مجرد مذيع، ده كان هيبة وعزة نفس ماشية على الأرض. الراجل ده كان بيحترم الناس اللي بتسمعه لدرجة خض، وعشان كده الناس كانت بتصدقه من أول حرف. حمدي كان بيقعد بالساعات قدام المراية يظبط ربطة العنق بتاعته، وكان ممكن يوقف التصوير ويعيد من الأول لو حس إن البدلة فيها كسرة بسيطة مش مظبوطة. لما كانوا يسألوه ليه كل ده، كان رده واحد: أنا داخل بيوت ناس محترمة، لازم يشوفوني في أحسن صورة تقديرا ليهم. الشياكة دي كانت رسالة حب واحترام للناس، مش منظرة بالهدوم وخلاص. البرنامج ده كان بيخلي الشوارع فاضية تماما والكل مرشوق قدام الشاشة. حمدي حكى في مذكراته إنه كان بيكتب المقدمة بإيده ومحدش بيشوفها غيره، وكان دايما شايل شنطة غياراته ورا ديكور الاستوديو. المواجهة لما وزير الإعلام وقتها لفت نظره وقاله: يا حمدي بلاش تخبط في المسؤولين وخف إيدك شوية، حمدي رد عليه بمنتهى الثبات: أنا بقول اللي في الجرايد. الجملة دي هي اللي فتحت عليه أبواب جهنم، وبدأ المنع والضغوط لحد ما طردوه بره بلده. في يوم كان بينه وبين الرئيس الأسبق مبارك لقاء، والمواجهة كانت صريحة. مبارك قاله: يا حمدي انت بتعملي مشاكل بلسانك ده. والبرنس متهزش منه شعراية وقال لمبارك: يا سيادة الرئيس، أنا بنقل نبض الشارع. ومن هنا بدأت الأبواب تتقفل في وش واحد ورا التاني. سر القلم الرصاص اللي غلب كنوز القذافي. حكاية عشته مرتين للبرنس حمدي قنديل. وفي عز الأزمة دي جات له دعوة من ليبيا عشان يقابل معمر القذافي، وهناك حصل اللي محدش يتخيله. العقيد حط قدامه شيك على بياض، تخيلوا، يكتب الرقم اللي يجي في خياله. ملايين كانت مستنية بس إمضاء باسمه عشان ينسى ألمه ويعيش ملك. عارفين البرنس عمل إيه؟ متهزش منه شعراية ورفض من غير أي تفكير ولا تردد. اعتذر بكل شياكة عن الملايين دي، وقال كلمته اللي هزت التاريخ: أنا ألمي مش للبيع. من أصعب الحاجات اللي كتبها بوجع في مذكراته هي صدمته في صحاب عمره. حكى إن في مذيعين طبلوا المنعه عشان ياخدوا مكانه، وفي اللي كان بيخاف يرفع عليه سماعة التليفون عشان الحكومة ما تزعلش. حمدي كتب بمرارة: أصعب حاجة مش المنع من الشغل، أصعب حاجة هي نكران الجميل من الناس اللي كان بينا عيش وملح. حمدي قنديل بيحكي في كتابه عن مواقف تشيب، حتى لما ساب برنامجه في دبي سابه لما حس إنهم هيأيدوا حريته وألمه. رفض يكون مجرد صورة، رجع لبيته وجيوبه فاضية، بس رجع بكرامة تهد جبال، ومعاه قلمة الرصاص اللي فضل يكتب بيه الحق لحد آخر يوم في عمره. وفضلت سيرته هي الذهب الحقيقي اللي عمره ما يصدي. دي حكاية راجل اختار يكون حر في زمن كان فيه كتير بيتباع ويشترى. حكاية حمدي قنديل اللي عاش مرتين، مرة بجسمه ومرة بسيرته اللي لسه عايشة وسطنا. في آخر المذكرات كتب عن رحلة غسيل الكلى بصدق يقطع القلب، وصف ازاي كان بيشوف نفسه وهو بيضعف قدام المرض، وهو اللي كان دايما قوي. بس قال إن حب الناس اللي كان بيشوفه في عيون الغلابة في الشارع كان هو ده العلاج اللي بجد. حمدي قنديل مات وقلمه لسه رصاص ما بيتكسرش في قلوبنا، ساب سيرة أغلى من الذهب. وفي يوم 1 من شهر نوفمبر سنة 2018 غاب القلم اللي ما بيعرفش يكذب ولا يجامل حد على حساب الحق، وسكت الصوت اللي كان دايما رئيس تحرير نفسه قبل أي حد. جنازة حمدي قنديل كانت زي حياته، هادية مهيبة وصادقة. المشهد كان يوجع القلب وهو طالع من مسجد الرحمن الرحيم، والكل ماشي وراه بكلمة واحدة: وداعا يا صوت الناس. رحل البرنس وساب ورانا مدرسة في الشياكة والثبات على المبدأ، وساب لنا حكايات لسه بنتعلم منها إن الكلمة أمانة والحرية ملهاش تمن. لو عجبتكم حكاية النهاردة ومستنيين حكايات تانية من قلب التاريخ، ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان الحكاية توصل لكل الناس. وسؤالي ليكم النهاردة: فاكرين أسماء البرامج اللي قدمها حمدي قنديل وعلمت معاكم؟ وكان عندكم كام سنة وقتها وانتوا بتسمعوا صوته اللي كان بيزلزل الشاشة؟ مستني أسمع ذكرياتكم في التعليقات. سلام يا أغلى ناس، وما تنسوش تتابعوني عشان يوصلكم كل جديد من حكاياتنا اللي جاية.